السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا قبل كده إن محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الدولي جاله عروض من الخليج. نادي الرياض السعودي قدم عرض لشراء عقد لاعب الأهلي محمود حسن تريزيجيه. مبدئيا كده الأهلي مش معارض، الأهلي مش معارض، لكن مأجل الموضوع لحد ما اللاعب يرجع من كأس العالم، وما اتكلمش في حاجة وما اتكلمش في ماديات لسه، ولسه الموضوع في أوله. الفكرة كلها إن اللاعب عايز يمشي أو مش عايز يمشي. الأهلي بيرمي الكورة في ملعب تريزيجيه. عايز تمشي هات عرض كويس من أي فرقة بقى في الخليج أو بره الخليج. عايز تقعد هتقعد وتاخد مميزات الفئة الأولى وإعلانات وحاجات كويسة جدا جدا جدا. إلى جانب إن المدرب أو المدير الفني الجديد الحسين عموطة طلب إن كل اللعيبة تتجمع في الفريق. بعد كده هشوف أنا مش عايز مين وعايز مين، ولو في لعيب عنده عروض وعايزين تبيعوه برضه أنا اللي لازم أقول وأنا اللي لازم أتكلم. اللي محتاجه هسيبه، واللي مش محتاجه أو مش عايز يقعد خلاص يمشي. فالكورة دلوقتي في ملعب تريزيجيه، وطبعا ما اتكلموش معاه ومحدش اتكلم معاه لان هو مركز مع المنتخب، فمش هيشتتوه. دي كانت اخبار عن النادي الاهلي، والسلام عليكم.